السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله هنعمل فيديو النهارده، هنعمل سمك مقلي مقرمش من بره ومستوي حلو جدا من جوه، وهنعمل تتبيله للسمك بتخليه ما يشربش اي زيت، وهنعمل معاه كمان الرز الصياديه بطريقه سهله جدا وطعم حلو. هنبدا بسم الله. اول حاجه عندي كيلو سمك بلطي نضفناه كويس وغسلناه. هنعصر عليه ليمونه، وبعدين هضيف عليه معلقه كبيره دقيق، معلقه كبيره طحينه. الطحينه بتشيل ريحه اي زفاره من السمك، وعليهم رشه ملح صغيره، وهنضيف عليه ميه وهننقعه حوالي كده نص ساعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله. وهنعمل التتبيله اللي هنحشي بيها السمك. في الكبه هضيف 3 قرون فلفل بارد احمر على اخضر مقطعهم صغير، عليهم 10 فصوص ثوم وبصلايه صغيره، معلقه صغيره بهارات سمك، 3 معالق صغيرين كمون. السمك معروف انه بيحب الكمون، بيعطيه ريحه وطعم حلو جدا، يعني لو زودت منه مفيش مشكله. نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيرين كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره خل، 4 معالق ملح. هنضربهم كويس جدا في الكبه وهنعمهم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. التتبيله بتاعتنا كده بقت جاهزه. هنضيف عليها عصير ليمونه واقلبهم كويس جدا عشان يندمجوا ببعض. وده السمك بعد ما نقعناه نص ساعه في محلول النقع عشان نشيل الزفاره منه. هنغسله كويس بميه من الحنفيه، وبعدين هنصفيه من الميه دي، ونبدأ نعمل فتحات على ظهر السمكة زي كده. هنعمل فتحتين او 3 على ظهرها من بره عشان ندخل فيها التتبيلة وتاخد من التتبيلة بتاعتنا. وبعد ما خلصنا هناخد من التتبيلة ونحط جوه بطن السمكة، ونحط عليها من بره على الفتحتين اللي عملناهم في ظهر السمكة. نملي الفتحات وعلى جسم السمكة كله من بره، ونفركها بالتتبيلة كويس جدا بايدينا. وبعد ما خلصنا كمية السمك بتاعتنا هنسيب شوية من التتبيلة على جنب، هنستخدمها دلوقتي. وهسيب السمك نص ساعة يتشرب من التتبيلة كويس جدا، وطعم اللحم بتاعته تبقى مملحة وريحته حلوة. وتعالوا نعمل مع بعض الرز الصيادية. عندي كيلو رز مصري مغسول كويس جدا ومتصفي مش منقوع. بصلة قطعتها قطع كبيرة شوية مش مفرومة. في حلة على النار فيها ربع كوباية زيت، هنزل بالبصل واقلبه لحد ما يبقى لونه دهبي غامق مش محروق. هنقلبه لحد ما يوصل للدرجة المطلوبة اللي احنا عايزينها. بعدين هضيف عليه شوية من شوية التتبيلة اللي احنا سيبناهم على جنب من السمك. التتبيلة دي بتخلي طعم الرز تحفة. واقلب عشان يندمجوا ببعض كويس جدا. وبعدين هضيف ليهم الرز واقلبه شويه، وهضيف لهم معلقه صلصه بتخلي لون الرز الصياديه حلو جدا. وهقلبه شويه عشان الرز يتشرب من الصلصه ويتشرب من الحاجات اللي موجوده فيه. وبعد كده هنزل عليه بالميه السخنه. لكل كوبايه رز كوبايه ميه سخنه. هنحط له نص معلقه صغيره ملح، ما تكتريش ملح عشان التتبيله اللي احنا حطيناها دلوقتي فيها ملح. واول ما يغلي زي ما انتم شايفين كده ويبدا يتشرب من الخلطه بتاعته، وهنغطيه. وبعدين هنقلبه تقليبه كده صغيره بعد شويه، ونهدي النار عليه شمعة ونسيبه يستوي براحته. ولو عايزه تعملي له نكهه او لون زي الجاهز، ممكن تضيفي ليه معلقه كبيره صويا صوص لو متوفر عندك. وهنعمل الكفر اللي بره على السمك عشان ده بيخليه مقرمش وما يشربش زيت منك خالص. عندي كوبايه دقيق هضيف لها معلقتين كبار نشا. النشا بيعمل قرمشه للسمك، والدقيق ده بيبقى حسب كميه السمك اللي عندك. وعليهم نص معلقه صغيره كركم بيعطي لون حلو للسمك. معلقه صغيره كمون او 2 ممكن تزودي براحتك. الكمون حلو للسمك وبيحبه اصلا. ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره ملح. هنقلبهم كويس جدا ببعض لحد ما يندمجوا كويس ويختلطوا ببعض. الخلطه دي بتعطي طعم حلو للسمك وبتخليه ما يشربش زيت منك خالص. هناخد واحده واحده جوه الخلطه اللي عملناها دي، وهنقلبها في جميع الاتجاهات وننفضها من الدقيق الزياده. وبعد ما نخلص السمك بتاعنا في طاسه على النار فيها زيت غزير، النار بتكون متوسطه مش عاليه عشان السمك ما يتحرقش منك ويبقى مستوي براحته من جوه. هنزل بالسمك في الزيت، واول ما ياخد لون ذهبي كده خفيف هنهدي النار عليه شويه عشان يستوي من جوه ومن بره. هنقلبه على الجنب التاني عشان ياخد لون حلو، وعشان برضو السمك كبير يبقى مستوي كويس. وهنا السمك بتاعنا بعد ما طلعناه نحطه على مناديل مطبخ لو في اي زيت موجود بيصفيه. وبعد ما اطلعه بين كل قلية وقلية
هنصفي الزيت بتاعنا من الرواسب او اي حاجة نزلت من السمك في الزيت، ودي بتخلي لونه يبقى حلو من اول واحدة لاخر واحدة، بيبقى لونه واحد، ما بيبقاش واخد لون غامق محروق. وبكده نكون خلصنا السمك بتاعنا. ده شكله لونه حلو جدا ما شاء الله، مش شارب زيت، وطعم التتبيلة تحفة، ولونه بسم الله ما شاء الله روعة ومقرمش، والريحة حلوة، والرز كمان شكله تحفة وطعمه حلو قوي، والتتبيلة باينة فيه، وريحته ما شاء الله جميلة جدا. جربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.